الحين يجي خبر يقول لك والله مثلا فاز الفريق الفلاني على الفريق الفلاني ب3 أهداف نظيفة. يعني 3 أهداف نظيفة صح؟ يعني معناه انه في اهداف ما هي نظيفة. لا مو هدف مو نظيف. ها؟ اللي يقول مثلا فاز مثلا الشباك نظيف. الهلال فاز على النصر ب3 أهداف نظيفة. هم يقصدون الشباك نظيفة، اني انا ما جاب عليه هدف، فهمت؟ فزت عليها 4-0، 4 أهداف نظيفة. يمكن زي كلامك انت، يمكن مثلا النصر اهداف صحيحة بس ما حسبت. لا يا اخي ايه نصراوي. لا ترى يمكن صح، ترى كلامك صح. طيب الحين مباراة الهلال والنصر الأخيرة، هل ممكن نقول انه الهلال فاز ب3 أهداف نظيفة؟ نظيفة؟ ايه لا. طيب ايش معناه؟ أمير خلك واضح، أنت الآن تقول 3 أهداف نظيفة معناه أنه ما تسجل عليك هدف. يا سلام. الهلال فاز على النصر الأسبوع الماضي 3-0. ما جاء هدف، يعني أهداف نظيفة. يعني نظيفة. هدف النصر محسوب. وش دخل النصر يا ابن حنا؟ احنا نتكلم عن مصطلح رياضي. الهلال فاز على النصر 3-0. وش معنى نظيفة؟ وش معنى كلمة نظيفة؟ يعني أهداف، يعني ما جاء عليها. يعني وش كلمة نظيفة؟ ما جاء عليها. يعني ما فيها شبهة. ما فيها شبهة. فيها يعني الدعوة فيها. 3 أهداف نظيفة لما تعرف مثل مباراة هدف شوف كاس جاب كذا لو هدف والله يا هدف كذا لو تنتهي المباراة تقول هدف نظيف. يا سلام. مباراة الهلال والنصر، لكن النصر اللي هو النصر هدف رونالدو في الصحيح. حتى ما عاد 3 أهداف نظيفة. ما تقول المباراة. طيب آخر كلام الحين 3 أهداف نظيف وش معناها؟ يعني ان الفريق المقابل إيه؟ ما انظلم شيء. ما انظلم ابدا. يعني ما اول كاس ما جاء عليه هدف. يا اخي نصراوي. عموما انا المساحة مفتوحة، ترى كل واحد يعطي رأيه. هذا وجهة نظر. 3 أهداف نظيفة. الهلال 3 أهداف على النصر 3-0 أهداف نظيفة. يعني 3 أهداف نظيفة يعني ما جاء عليك هدف. ما جاء عليك هدف. ايه. انا حاضر المباراة وفزت. الان لما تسجل لك هدف صحيح ويلغيها الحكم، تقول الفريق المقابل سجل 3 أهداف نظيفة. ايه المنطق يعني. صفر الحكم على 3-0. خلاص ظلمت، لغيت عليه هدف. هذا هدف نظيف ها؟ هذا نظيف 100%. انتهت كذا. ايه. نظيف 100%. بهدف نظيف. نعم. اما هي النصر لا. نظيف. هذا بس يرجع خليك على كلامي. ما عندي مشكلة، انا قلت لك مساحة مفتوحة. يعني الفريق المقابل ما تضرر. والله حجزنا عنك يا ابو ميار.